ضباطي وعساكري مدربين على الحرب الليليه، بيتعلموا مننا نحن هسه برا الناس. الجيوش البرا انا ما بقول كلام نظري، لو كان في اي دوله والله العظيم في بريطانيا العظمى لو في قوه موزعه قوامها 40,000 عندها 2,000 عربيه بالتسليح ده موزعه داخل لندن جوا في الحتات اللي هي مؤتمن عليها في باكنهام ولا في كل المواقع الاستراتيجيه وتمردت بالطريقه دي عليه اليمين كان سقطت لندن في ساعه تسقط. ما سقط السودان ولا في حرب اهليه بتكون في السودان، ولن يكون السودان لا كاليمن لا كليبيا لا كسوريا لا كالعراق، ما تصغيرا باهلنا ديل، لكن ما كان عندهم جيش قومي ولا جيش محترف، جيوش قبليه عقديه ما كده طوائف زي دي هنا. في صدام حتى لما كون جيشه كان سني بس، ما فيه كرد ولا فيه شيعة، دي النتيجه. سوريا علويين بس، ليبيا كده. نحن ما عندنا كلام زي ده، نحن اي قبيله في السودان ما عندها عساكر ضباط في الجيش السوداني وجيش محترف وقتال وقومي. عرفت الكلام ده؟ فانا داير اقول للناس يقولوا لك الاشاعات، يقول لك تحركت 200 عربيه جاي من بندا 500 يا اخو عنده جوا هنا كان 40,000 وعنده 2000 عربيه ما استلم اي حته، المواقع هو مستلمه وقدر بناس قتلونا ابن دبي صباح قال لي تاثير ضربوا ونعمل فيها.